بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أما بعد. أحبائي وأعزائي أصدقاء قناة كوكب الشرق ومحبي الفن السابع، أهلا بيكم. آه في حلقتنا النهاردة هنكمل مع بعض متابعة لأزمة المذيعة آلاء عبد العزيز اللي شغلت الناس كلها وبقت ترند على السوشيال ميديا. والسؤال هنا، هل آلاء فعلا مريضة ولا بتمثل عشان الترند، ولا ممكن يكون عندها مشكلة نفسية فعلا أو حاجة تانية؟ الموضوع قلب الدنيا والآراء اتقسمت بين ناس متعاطفة وناس شايفة إنها بتدعي. في ناس واقفة جنب آلاء، منهم الأستاذة ريهام سعيد الإعلامية اللي أعلنت في برنامجها صباح الخير إنها هتساعدها وهتوفر لها العلاج مع أكبر الدكاترة النفسيين من غير ما تصور أي حاجة، علشان ما يبقاش موضوع استغلال إعلامية أو دعاية. وده بصراحة موقف محترم من ريهام سعيد، إنها فكرت تساعد بجد من غير شو إعلامي. على الجانب التاني الإعلامية مروة صبري قالت إنها كلمت آلاء علشان تستضيفها في برنامج قعدة الستات، لكن اتفاجئت إن آلاء طلبت 100,000 جنيه، وبناء عليه حكمت إن آلاء عاقلة وما فيهاش أي حاجة وكويسة، بأمارة إن هي طلبت 100,000 جنيه علشان تظهر في الحلقة. وده خلى مروة تقول إن آلاء اعترفت بنفسها إن كل اللي بيحصل ده مجرد تمثيل، وإنها بتعمل ترند مش أكتر، والجمهور اتلخبط أكتر وما بقاش عارف إيه الحقيقة فين. الموضوع كبر أكتر لما المحامي أيمن محفوظ قدم بلاغ رسمي لمعالي النائب العام ضد آلاء، وقال ان اللي بتعمله آلاء ده استغلال للسوشيال ميديا، وان في ناس يعني زي بعض الشيوخ والشهود قالوا انها بتدعي المرض علشان الشهرة والترند. علشان كده طالب ان آلاء يتم عرضها على دكاترة نفسيين علشان يحددوا حالتها، ولو اتأكد انها بتكذب هيتم محاسبتها علشان تكون عبرة لغيرها. ولكن الغريب هنا بقى ان شكل وتصرفات آلاء متغيرين جدا عن الاول، وكأنها بقت شخصية تانية خالص، حتى اهلها مش قادرين يصدقوا اللي بيحصل. فهل ممكن يكون اهلها كمان مشتركين معاها في الترند، ولا فعلا في حاجة غلط بتحصل مع آلاء؟ الموضوع ده لازم يتم متابعته كويس، لانه لو طلع فعلا حد بيدعي المرض علشان الشهرة، ده ممكن يفتح الباب لناس تانية كتير جدا تعمل نفس الموضوع وتضحك على الناس علشان الفلوس والترند. وده خطر جدا جدا، لان السوشيال ميديا بقت وسيلة آه، ناس كتير جدا للنجاح السريع، حتى لو كان على حساب الكذب واستغلال مشاعر الجماهير. استغلال مشاعر الجماهير يعني ده صعب جدا، واللي صعب الموقف اكتر كمان هو كلام والدة آلاء اللي ظهرت مع ريهام سعيد وقالت ان بنتها فعلا تعبانة وانها مش بتمثل ولا بتدعي. تعالوا نشوف والدتها قالت ايه ونرجع تاني مع بعض. انا عايزه البس الحجاب، انا عايزه ارجع تاني البس الحجاب. انا طبعا طبعا ده عرض ما يترفضش. انا كان نفسي ان هي تمثل وتطلع وتبقى يعني انت كنت مذيعه حلوه وانت حلوه. طب استني الاقي عمليه التمثيليه ديت وبعد كده هو ايه وقفي تاني بقى تحجبي العمليه اللي انت عايزاه. قال لي لا خلاص والله ما هقلعها تاني. بعد كده عملت بقى البرنامج وبعدين لما توقف البرنامج قبل رمضان مش عارفه حصل بقى مشاكل. كانت بتروح برضو الشركه كل يوم. ليه توقف البرنامج؟ هي بتقول ان في ناس وقفوا يعني عملوا لها مشاكل. توقف البرنامج من شهرين، قولي لي بقى. لا توقف البرنامج من سنه. من شهرين جوزها قال لها تعالي بقى حضري الباسبور بتاعك وباسبور تاليا وتعالوا لي بقى ايه دبي. راحت قالت ماشي. فكانت هي اتعرضت لصدمه برضه في البيت، لقيت او قامت من النوم مش قادره تمشي على رجلها خالص.
ما كانش يعني بتتحرك غير ايديها وبتتحرك بالعافيه. جسمها يعني كله تقريبا توقف عن الحركه، كانت رجليها ما ده من بتقدرش. امتى؟ ده الكلام ده من 3 شهور، من شهر 10، شهر 10 وشهر 11. وطلع عندها ايه بقى؟ طلع الاوتار بتاعت الرجل. يعني هو قالوا لا لازم تروح دكتور نفسي لان الاوتار بتاعت الرجل فيها مشكله. يعني هم قالوا الاوتار بتاعت رجلها فيها مشكله. لما رحنا عملنا الاشاعه قالوا لا هي المفروض تروح لدكتور نفسي وبرده تروح لدكتور عضوي عشان دي حاجات للاعصاب وكده. بعد اسبوعين قالت لها احنا مسافرين وكده. ده مسافرين فين؟ ده مطلقك بقاله شهرين. الحالي ده؟ ده مطلقك بقاله شهرين. قلت لها طب ازاي يعني مطلق؟ دي كانت برضه صدمه تانية، يعني صدمه كام صدمه بقى القلق ورا بعض كده. جوزها دلوقتي الحالي هي قالت كده، قال لها تعالي دبي اه وعملت الباسبور وكل حاجه، راحت تزور حماتها. حماتها قالت لها مطلقك بقاله شهرين. طب انت منين انت مطلقني بقالي شهرين ومنين بتقولي الكلام ده من قد ايه؟ في شهر يعني اخر 11 في اول 12 يعني هي بدايه الازمه. بدايه الازمه بالظبط اللي مرت بيها دلوقتي. ايوه بسبب قلعانها الحجاب. هي طبعا راحت في وسطنا احنا اتنين، لمني انا وبنتك مكتوب كل الكلام دوت. لو انتوا معاكم موبايلها افتحوا الموبايل بتاعها، افتحوا موبايلها واقري الكلام اللي بيني وبينها. اكيد الموبايل معاكم، افتحيه واقريه. هتلاقوا لمني انا وبنتك. يقول لها اقعدي استني ظروفي تتحسن. انت عايز اكتر من كده؟ عملت ايه؟ عملت ترندات عشان توري لك. بقت كده مستنيه منك كلمه كويسه لغايه ما اتهوست. هلاوس وصدمه نفسيه، كل ده كتير. الوالدة أكدت إن آلاء اتعرضت لدكاترة نفسيين كتير وإن حالتها مش مستقرة وإنها منهارة جدا وبتبكي، وبتقول إن بنتها مش طبيعية في تصرفاتها وإنها في البيت بتعمل حاجات غريبة لدرجة إن بعض الناس قالوا إنها ممكن تكون فعلا ملبوسة أو عندها أزمة نفسية كبيرة. ازاي حد ممكن يكون ملبوس وفي نفس الوقت يطلب فلوس علشان يعمل ترند؟ هنا في تفسيرات كتير، منها انه لو في حاجة بجد مؤثرة عليها ممكن تخليها تتصرف بطريقة مش طبيعية، او ممكن تكون حالتها النفسية هي اللي بتخليها تقول حاجات مش منطقية. والدتها حكت عن تصرفات غريبة لآلاء في البيت، وقالت إنها حتى كانت بتبعد عن أهلها لفترة طويلة، وكانت بتقول كلام غريب زي إن الناس كلها عارفاها مع إنها مش مشهورة للدرجة دي. وكمان ذكرت إن جوزها الأولاني كان سبب في تعبها النفسي وإنها عانت في حياتها كتير جدا. فهل ده السبب اللي خلى نفسيتها تتدهور بالشكل ده؟ الموضوع موقفش عند كده بس، آلاء حاليا في صحة نفسية، وده معناه إن الحالة مش بسيطة، ولو كانت بتمثل ما كانوش هيحجزوها هناك. فهل فعلا هي عندها اضطراب نفسي؟ ولا ممكن يكون الموضوع أكبر من كده؟ كل السيناريوهات مفتوحة، لكن اللي نقدر نقوله إن آلاء في وضع صعب جدا، سواء كانت بتدعي أو مريضة يعني بجد. ولو كانت فعلا مريضة فالموضوع محتاج تعاطف بدل ما الناس بتحاكمها على السوشيال ميديا. وعلشان كده لازم نتابع حالتها أول بأول، ولو في أي جديد إن شاء الله هتابع معاكم وهعرفكم بيه فورا. ده قناتكم قناة كوكب الشرق، متشكر جدا على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر وأخبار أخرى إن شاء الله.